لقاء وموعد، والنهاردة معنا قصة مسلسل عتبات البهجة بطولة العملاق يحيى الفخراني. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مسلسل عتبات البهجة للنجم الكبير يحيى الفخراني مكون من 15 حلقة، ومن المرجح أن يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك. زمان اللي قربها دايما مليان اكشن اكشن عملت ايه؟ وهذا المسلسل هو عودة للفنان يحيى الفخراني بعد غياب طويل دام لمدة عامين بعد آخر أعماله نجيب زاهي زركش الذي عرض في رمضان 2021. برافو برافو هايل اكسلنت. الحقيقة مش عارف اعبر لك عن شعوري يا استاذ. انت معزوم على الفطار عندي النهار. يجسد فيه الفخراني شخصية شخص عدى 50 عام وتوفيت زوجته منذ 5 سنوات ويعيش بمفرده، رغم أن لديه ولد وبنت. الولد في المرحلة الجامعية لكنه غير مهتم بوالده، وله ابنة متزوجة لا تسأل عنه وسط حالة من الذهول في ظل وجود التكنولوجيا الحديثة التي تسببت في وجود فجوة كبيرة بين الآباء والأبناء. بتقول ايه؟ ابتدي بقى. انا بيحكي هذا المسلسل عن واقع بيحصل دلوقتي من بعد الأبناء عن أبائهم وانشغالهم، وإن محدش بيسأل في أولياء أمره. بيذكر أن مسلسل عتبات البهجة كان مشروع لفيلم سينمائي في السابق، كان يجمع النجم الفخراني والنجم الراحل فاروق الفيشاوي، وكان يحمل اسم قرفة بالزنجبيل، ولكن تم تعطيله بسبب وفاة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي. المسلسل من إخراج مجدي أبو عميرة وبطولة كوكبة كبيرة من النجوم، النجم صلاح عبد الله والنجمة جمانة ميراد والنجمة نجلاء بدر والسيد رجب وسعاد إبراهيم وجيهان الشماشرجي ودنيا ماهر ومصطفى عنبة وهنادي مهنا وعلاء زنهم وميان السيد وسما إبراهيم. فتوتة فزورة حدوتة فطوطة كمل مشهورة.